قاعدين امبارح كلنا في امان الله، فجأة نلاقي الكابتن احمد طيب نشر تويتة او بوست على الفيس مش فاكر والله، بيقول فيها آه، هذا الرجل يعني او الشخص يقصد بها، بيتكلم عن الهستيريا. يعني بيقول ان ده بيظهر مع سيف زاهر مرتين اسبوعيا، وازاي ان ده يظهر مع سيف زاهر؟ ده متزملك وهو اهلاوي اصلا واكتر واحد بيطارد الزملكاويه. انت ازاي تعقب على ان انا قلت ان في كم 80 مليون زملكاوي في مصر؟ طب ما في واحد من اداريين نادي الاهلي طلع وقال في 105 مليون اهلاوي في مصر وانت ما اتكلمتش، ما سمعوش. تقريبا انت الوحيد اللي طلعت وقلت ان في حد قال ان في 105 مليون. انا عن نفسي ما سمعتش حد من بتوع الاهلي بيقول في 105 مليون اهلاوي، بس 80 مليون زملكاوي. انت جبت الاحصائيه دي منين؟ ولا مين اللي عمل لك الاحصائيه ده يا كابتن احمد؟ بتاع السيرين انه اكتر واحد بيدافع، ده الوحيد تقريبا في الزملكاويه اللي بيفهم. هو مش لازم يبقى بيطلع ويطبل زي ما انتوا بتطلعوا وتطبلوا يا كابتن، مش لازم. انت اكتر واحد معرض للزمالك في الكوكب، انت اكتر واحد بتطلع تعرض، بس ما بتعملش حاجه تانية غير انك بتطلع تعرض، وكلنا عارفين انك معرض زيك زي بتوع قناه الزمالك كلهم. فخلينا ساكتين وخلينا بنتكلم بطريقه محترمه واسلوب محترم. الهستيري ايوه طلع ومش عارف ايه وبيشيب الاهلي لان الاهلي ناجح. هو الاهلي مش محتاج اللي يشيب بيه، الاهلي مش مستني الهستيري يشيب بيه عشان الاهلي ينجح، لان الاهلي كده كده ناجح بجمهوره بادارته بكل حاجه. انما هو بيتكلم عن الفريق اللي عنده قصور وطالع بيقول على الفريق التاني وحش. يعني انت اما تبقى وحش وتطلع تقول عليها وحش، هل انا كده هبقى وحش؟ لا، انت هتفضل وحش زي ما انت وهتفضل في القرار اللي انت فيه. فهو طالع بينتقد طريقه كلام ناس. انت عارف خالد الغندور بيطلع يقول ايه؟ انتوا اصلا بتطلعوا تقولوا كلام بره العقل، كلام عيل صغير في ثالثه ابتدائي ما يصدقهوش. فيعني احترموا عقول الناس عشان الناس تحترمكم، واحترموا نفسكم واحترموا سنكم. وعيب عليكم لما تبقوا كبار كده وموزعين ويطلع واحد يهزقكم في القناه وتطلعوا تقولوا حبيبنا وقلبنا وراجل كبير وسياده الموسيقار عيب. عيب، انتوا اعلاميين كبار ومش غلط زي ده يطلع منكم. كلنا عارفين انك بتطلع في ماتشات الاهلي تحزق وتقول ان الاهلي وحش وتتكلم عن عظمه الزمالك. انا اهلاوي وبقول لك يا ريت ما نشوفش وشك تعلق على ماتشاتنا تاني، ويا ريت ما نشوفش وشك على السوشيال ميديا تاني. وانا من اول الناس اللي هتعمل لك انفولو وعدم متابعه، لان بالهري اللي انت بتهريه انت وبتوع الزمالك احنا زهقنا والله. فعايزين نركز مع فريقنا بقى، وانتوا روحوا ولعوا وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. بس ولو انت وصلت لحد هنا يا معلم، اعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي انت بتعملها دي، وفولو لو انت على الفيس، وقلب لو انت على التيك توك والحاجات دي كلها. يلا سلام.